إعلان مشاركة الأخضر السعودي والأبيض الإماراتي والأحمر البحريني في خليج 24 في قطر سيزيد في الحقيقة من قوة المنافسة بين المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة، كما سيضمن الحفاظ على إرث خليجي خاص بأهل المنطقة. مرحبا بالجميع في دوحة الجميع، شعار تجسد واقعا ملموسا منذ سنوات في عاصمة الرياضة في احتضانها لأكبر وأهم الأحداث الرياضية عالميا وعربيا وإقليميا. الحدث القادم في قطر هو كأس الخليج العربي في نسختها 24، ستقام بمشاركة جميع منتخبات اتحاد كأس الخليج العربي بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين رسميا قبول الدعوة على خوض غمار البطولة نهاية الشهر الجاري. 8 منتخبات إذن ستشارك في العرس الخليجي الكروي الذي يقام كل عامين منذ سبعينيات القرن الماضي. المنافسة الخاصة لأهل المنطقة لطالما جذبت الأنظار والاهتمام جماهيريا وإعلاميا وفنيا وتنافسيا بوجود دربية مثيرة أصلا بين الجيران. مشاركة الأخضر تأتي في سعي زملاء سالم الدوسري للظفر باللقب للمرة الرابعة، رغم أن المنتخب السعودي هو أكثر من حقق وصفة البطولة في 6 مناسبات. أما رفاق عموري فسيسعون لتتويج ثالث لتعويض المركز الثاني في نسخة الكويت الأخيرة. المنتخب البحريني كان سابقا قريبا من الظفر بأول كأس له في تاريخه في عديد المرات، لكن الحظ لم يبتسم له ليدخل الأحمر البحريني خليج 24 ضمن المرشحين للفوز باللقب. 3 منتخبات انضمت رسميا للمشاركة في خليج 24. ستنافس بطل آسيا المنتخب القطري مضيف فيما يريده الأزرق الكويتي انطلاقة لعودة أمجاده. أسود الرافدين تتمنى كذلك عودة الكأس للعراق بعد طول غياب، فيما سيسعى منتخب سلطنة عمان للحفاظ على لقبه ويظل علما السعيد لفوز أول. نسخة منتظرة لأن تكون من بين الأفضل تنظيميا في تاريخ البطولة الخليجية، فمونديال الخليج القادم سيقام لأول مرة في أول ملاعب نهائية كأس العالم المقبلة جاهزية استاد خليفة الدولي، كما سيتم اعتماد تقنية الفيديو المساعد للحكم لأول مرة أيضا. اتحاد كأس الخليج العربي رصد جوائز هي الأكبر في تاريخ المسابقة، ومن يظفر باللقب من بين الأشقاء سيرسم بهجة كبيرة ستستمر مطولا لمناصريها. نعود من جديد إلى ضيفنا هنا في الاستوديو علي عيسى رئيس القسم